خلاف تلو خلاف، ابتعاد تلو ابتعاد، رحيل تلو رحيل. هكذا هي الحياة. تعلمت منها الكثير. تعلمت منها أن القريب لا يمكن أن يوثق به، وتعلمت أنه قل ما نجد بالأصدقاء صفة الوفاء، وتعلمت أيضا أنه لا أحد يستطيع أن يشعر بألمك وضيقتك وحزنك وبكائك سوى الله. وعندما تضيق وتتألم لا تجعل مأواك صديق أو قريب، فأحدهما يسعده ألمك والآخر يستخف بذاك الألم. فقط اجعل مأواك من خلقك وسواك، فهو من سيزيل منك هذا الألم بدون أي منة. في هذه الحياة نحيا يوما بسعادة ويوما بحزن، ونعيش سنينا من الحنين. في أحلامي أصبحت كطفلة تتخيل أن جميع أحلامها ستتحقق، وأولها رؤية تلك الصديقة التي رحلت دون سابق إنذار. أنتظرها كثيرا، لعلي أراها عائدة من أرصفة الراحلين. وفي ذكرياتي أصبحت كعجوز مسن شابت به الذكرى، يتكئ على الكرسي قريبا منها، ولكن لا يستطيع أن يراها أو يعانقها أو يحدثها، ويداه تلامس يديها لأنها تحت التراب. يلامس قبرها لعله يشعر بقربها، ويدعو الله أن يجمع